منظومة الضغط العالي اللي قام بها كابتن حسام حسن في ماتش روسيا مش قادر احدد ومش قادر اقيمها بالنجاح ومش قادر برضه اقيمها بالفشل، وده بسبب ان انا مش قادر اقيمها بالنجاح بسبب ان جودة لعيبة روسيا بالنسبة لي شايفها قليلة خالص، وبالنسبة لي شايفها ما استغلوش نقاط الضعف اللي كانت في طريقة الضغط العالي لكابتن حسام حسن. وفي نفس الوقت مش قادر اقيمها بالفشل لانها نجحت في ماتش روسيا، وده زي ما قلت لك ممكن بسبب قلة جودة روسيا او ممكن بسبب قوة برضه مهند لاشين في الضغط، ويقدر يواكب ما بين الضغط عن طريق المساحة والضغط كمان تمان، ونضغط على 2 لعيبة، وبيعرف يستغل في وقت الصح يقطع الكرة، وساعدوا على كده زي ما قلت لك قلة جودة منتخب روسيا. فبالتالي انا شايف ان اللي هيدي لك النهايه من الاخر في انك تقيم طريقه الضغط العالي وتقدر تقوم بيها في ماتشات قويه ولا لا، لانك انت مليون المية هتقوم بيها في ماتشات، ممكن في ماتش كامل، ممكن في مجريات مباراه معينه، وممكن في على حسب نتيجه الماتش. لو انت بتتكلم مثلا مع فرق اقوى منك زي بلجيكا مثلا، والفريق ده سجل فيك هدف وتضطر انك تضغط عالي، فبالتالي هتضطر غصب عنك انك انت تضغط ضغط عالي للامام. فلازم هنا تكون عندك منظومه الضغط العالي تكون بنسبه تتخطى 90%. شايف انها ناجحه، وقمت بقى في ماتشات مع فرق اعلى منك جوده زي البرازيل، قمت بقى مع فرق اقل منك جوده زي روسيا، ولازم تقوم بقى في ماتش زي البرازيل وتشوف هتقدر تقوم بيها صح ولا غلط. وبالنسبه لي طريقه الضغط بتاع الكابتن حسام حسن في ماتش روسيا اللي كانت قايمه عن طريق امام عاشور ومرموش، الاثنين بيضغطوا على 2 سنتر باكات، وتريزيجيه وزيزو الاثنين بيضغطوا على الاثنين الاظهره، والثلاثه اللي في وسط الملعب. بالتالي 3 وسط الملعب في لروسيا فيهم واحد فيهم فاضي، لان مهند لاشين ومروان عطيه واحد فيهم بيضغط ضغط عالي كدسترار زي مروان عطيه، ومهند لاشين كان ما بين 2 وسط ملعب. وفي الحاله دي لو روسيا قدرت تطلع على الفري مان، لو مهند لاشين خد الضغط العالي وطلع على اللاعب اللي قدامه وساب اللاعب البلاي ميكر هو الفاضي، فيقدر يلعب على البلاي ميكر، وجوده اللاعب هنا بتفرق. وفي نفس الوقت كان كابتن حسام حسن في اوقات لو مهند لاشين بيطلع واللاعب الحر ده اللي في وسط الملعب اللي هو البلاي ميكر بيكون فاضي وبياخد ارتياحيه وزاويه الباص قويه جدا والمساحه فاضيه بين مهند لاشين وبين الدفاع بسرعه قويه، فبيخلي واحد زي ياسر ابراهيم هو اللي بيقوم بدور مهند لاشين، يكون ما بين السنتر باك كدعم لمحمد عبد المنعم، ويكون برضه مع اللاعب البلاي ميكر. وقام بها روسيا في اوقات الاثنين البلاي ميكر والمهاجم الاثنين في اوقات هم اللي بينزلوا في وسط الملعب، فبالتالي بيدي زياده في وسط الملعب 4 قدام 2، لان امام عاشور خلاص كده بيضغط على السنتر باك. فبالتالي انا شايف منظومه الضغط دي والادوار المركبه لبعض اللعيبه وتوليفها مع اللعيبه وقرايه اللعيبه بعض، وان هم خلاص قاريين لما مهند هشام بيضغط على اللاعب اللي قدام مثلا الاثنين مثلا من لعيبه المحاور، الاثنين من لعيبه الارتكاز، فالبلاي ميكر في الوقت ده بقى فاضي خالص، فبيطلع لاعب من السنتر باك بيقوم بدور مهند لاشين ما بين 2 لعيبه ويضغط ويقوم بدور الضغط العالي في المساحه بدل ما يقوم بالضغط العالي كمان تمام. فهنا لحد دلوقتي هي ناجحه، بس هل هتنجح مع لعيبه زي مثلا بسرعه عاليه زي لعيبه زي البرازيل مثلا؟ وجهه نظري لازم نشوف ماتش البرازيل عشان نقدر نقيمها ونقدر نقول هل منظومه الضغط العالي مع حسام حسن ناجحه في اللعيبه في منظومه المان تو مان، زائد ان في لاعب هو اللي بيقوم بدور الضغط في المساحه، ولا لازم حسام حسن يغير طريقه الضغط العالي ويغيرها بطريقه اكتر امانا، ومش لازم تضغط كضغط عالي بانك انت اللعيبه المان تو مان تكون كلها في الخطوط الاماميه زي تريزيجيه زي زيزو زي مرموش زي امام عاشور، ولا لازم انت تخلي لاعب زي امام عاشور اللي من الخطوط الاماميه هو اللي يقوم بضغط المساحه بدل لما تقوم بلاعب من لعيبه الارتكاز اللي تقوم بالضغط في المساحه، وتخلي لاعب زي مروان عطيه ومهند لاشين واحد فيهم اللي يكون هو الداعم لقلب الدفاع. فلازم الكلام ده اشوفه في ماتش البرازيل عشان اقدر اقيمه، هل اللعيبه خلاص حافظت بعض، هل اللعيبه خلاص في منظومه الضغط العالي قادره ان هي تقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه مع جوده اعلى مع سرعه اعلى. ان شاء الله ده ممكن نقيمه بعد ماتش البرازيل.